في دولة اسمها جامايكا في جزر البحر الكاريبي بالتحديد، يعني اتولد واحد من اشهر مغنيين نوع من الموسيقى كده اسمه الريجي، وهو بوب مارلي سنة 1945. موسيقى الريجي دي يمكن من اكتر الحاجات اللي بتميز جامايكا، لان يعتبر دي الموسيقى الرسمية. ناس كتير من هناك بيغنوا باسلوب الريجي، فهي دي الثقافة هناك. وموسيقى الريجي هي موسيقى خاصة ومختلفة خالص عن الموسيقى الاوروبية مثلا او الاسيوية. الريجي زي ما بيقولوا كده بتاع بلده، ماستر بيس يعني بتاع جامايكا. وما كانش اي حد بيغني الريجي كده وخلاص، يعني هو كان اغلب اللي بيغني النوع ده كان من اصول افريقيه اصلا. هو مش كله يعني، بس الاغلب. وهو نوع ممكن نقول ان الشعب في جامايكا بيكون مرجع للتاريخ مثلا. برضه هتلاقي دايما نوع المزيكا ده بيتكلم في السياسه، في قضايا اجتماعيه. ممكن يتحكى اغنيه في تاريخ دوله جامايكا في اخر كام سنه مثلا. الايقاع بتاع الريجي ايقاع تقيل مش خفيف، هو بسيط قوي. حتى الالات اللي مستخدمه فيه هي كام آلة كده محدوده ومعدوده كمان. يعني هتلاقي دايما الف ب ريجي هو الجيتار والطبله، ممكن يزيد بالكتير آلة مثلا عليه، بس اساسه الطبله والجيتار. ايقاع الريجي ممكن يكون مايل قوي للايقاع الافريقي، لان اللي بيغنيه في الغالب اصلا من اصول افريقيه، واكيد برضه متاثر بالثقافه دي. وبرضه اللي عايشين في جامايكا ومن اصول افريقيه هتلاقيهم متبعين ديانه اسمها الريستيفاريه. هقول لك انا عن الديانه دلوقتي. بص، هي موسيقى الريجي فيها شبه شويه من الموسيقى الجاز، يعني ممكن يكون الشبه في البساطه، او ان اللي بيغني الكلام اللي بيقوله ده نابع منه هو بتاعه، يعني هو اللي كاتبه مش حد كاتبه له ولا حاجه. في واحد كده بقى بيسموه باسم سفير الريجي على النوع ده من الموسيقى يعني، وهو بوب مارلي اللي اتولد سنة 45 في جامايكا. سنة 63 اتعمل فرقة من بوب مارلي وشوية من صحابه اسمها الوالرز، وقعد يخبط في الدنيا والدنيا تخبط فيه لغاية سنة 66 كان انضم للديانة الاستفارية، اللي هي من أهم مميزاتها أو اللي أكيد فيها إن ممنوع حلاقة الشعر وبيتعمل بالطريقة دي. وأيوة، حلاقة الراستا جاية من كلمة ريستيفارية، وجاية أصلا من بوب مارلي، لأن ده من أشهر من غنى الريجي وأشهر من دخل الريستيفارية. بس بوب مارلي قبل ما يدخل الريستيفارية حاجة، وبعد لما دخل بقى حاجة تانية، وده أثر على كلام الأغاني اللي بيقوله. ما هو اللي كان بيكتب لنفسه. بعد دخوله الديانة أسلوبه اتغير بما فيه معتقداته كمان، وتحول لمجرد إنها أغاني عابرة لأغاني مؤثرة مش في جامايكا بس، ده عامل هيت في العالم كله. في السبعينات تقريبا ما كانش حد ما يعرفش مين هو بوب مارلي اصلا، بس طبعا كان في ناس مش داخل دماغها النوع ده او بوب مارلي عامه. زي ما كله عارف، الواحد ما بيعرفش قيمه الحاجه غير لما تروح من ايديه، لان شهره بوب مارلي بعد لما مات تقريبا كانت اكتر من شهرته وهو عايش. سنه 2000 اخد جائزه جرامي، اتعمل له شارع في امريكا باسم بوب مارلي. وده ياخدنا لحته ان مروان بابلو يمكن يكون متاثر بشخصيه بوب مارلي شويه. بص، عامل شعره راستا برضه. عمل لي شارع باسمي بعد لما اموت، مش وهم ده الطموح. هيتعمل له شارع باسمه لما يموت، ده مش وهم ده الطموح. عادي برضه، وممكن ما يكونش قصده على بوب مارلي ولا حاجه. هو لازم الفنان لو مش هيكون متاثر بحد او فنان تاني او قضيه معينه شغلاه، على الاقل يكون مثقف. ده الف ب فن على طول. وخصوصا الكتابه، مفيش حد اتولد عارف كل حاجه. ممكن تسمع حكايه عن فلان او حوار عن ده، فممكن يشدك تعرف اكتر او تعرف حاجه جديده. كل ده بيخلي الدماغ شغاله مش بتنام. ممكن تعرف حاجه انت ما كنتش تسمع عنها مثلا، ممكن تسمعها من فنان بيغني وليكن هو سمع فتاثر فقالها لك. ممكن برضه حاجه معصباه وشغاله في قضيه معينه يقولها لك في اغنيه ليه هو اللي كاتبها. زي ما ويجز قال لك سلام مش هتبقى مسلم اكتر مني بحزام، مش هتبقى مسلم اكتر مني بحزام. هو هنا الكلام في 2018 ايام الجماعات الارهابيه والتكفيريه، فهو ويجز ما قالش الجمله دي كده من فراغ. هو بيقول اللي شغله ودار جوه دماغه ان فعلا ان الارهابي ده لما يعمل اللي بيعمله تحت اسم الدين المفروض يعني مش هيبقى مسلم زياده عنه. فهو ده معنى الكلمه. المهم ده مش موضوعنا. بوب مارلي هتلاقيه في اغانيه مناضل، هتلاقيه دايما في الاغاني بيتكلم في كذا موضوع، منها انه متمرد على الحال وبيتكلم عن العداله ومحاربه الفقر والحريه والسلام واللازم منه يعني. لان بوب مارلي اصلا الدنيا ما كانتش ورديه معاه من صغره، دي كانت منيله. بعد ما اتولد ابوه البريطاني اللي هو ابيض سابه هو وامه وهجره. امه كانت من جامايكا بشرتها سمراء، فده كون عنده من صغره ان اللي بشرتهم سمراء مضطهدين في كل حته من اي حد، وخصوصا من البيض كمان. وده حقيقه يعني في الوقت ده فعلا كان في عنصريه شديده، وخصوصا بتيجي من اللي بشرتهم بيض. فده من اسباب انه دايما كان بيطالب بالعداله في اغانيه. بس ده برضه ما كانش دافع قوي انه يقول كده في اغانيه. الدافع اللي بجد اتكون عنده لما ساب جامايكا وراح لامريكا مع امه عشان اتجوز التاني، وهو برضه كان اتجوز ولقى ان العنصريه في امريكا لا تطاق. ده خلاه يتكلم باسم الناس واللي هو عاشه وحسه. كان دايما بيتكلم برضه على فساد النظام. هو برضه كان مناضل سياسي بس بطريقته. انت يمكن لو حد قال قدامك اسم بوب مارلي اول حاجتين هيجوا في دماغك الشعر اللي معمول راستا او الطويل ده يعني، والمخدرات او المزاج او الماريجوانا عامه. عشان كده كان في تجسيد شخصيه بوب مارلي في فيلم الحرب العالميه الثالثه كان طالع دايما وظاهر انه بتاع كيف ومزاج. هو ده اللي الناس شايفاه عن بوب مارلي اصلا، بس ده جزء مهم جدا من طقوس الديانه اللي هو معتقدها. بص، زي البخور كده يعني، واللي بتقول ان الماريجوانا دي غذاء للروح وزي نقطه تواصل روحاني بين ده وده يعني. وان من طقوس التقارب الى الاله في الديانه دي ان لازم الواحد يبقى مصطبح استباحه اللي هي بتجيب من الاخر، لان هو كده واصل للمراد. فهو ده كان معتقده يعني، هو مش فاشل او البايظ وكده يعني، هو غلط بس ما علينا يعني، ديانته هو حر ملناش دعوه بيها. اغانيه ما كانتش اغاني عابره كده وخلاص. ما يغركش، هو شخص كويس. بص، هو انسان وانسان قوي.
انما الديانه والدماغ دي بره شويه يعني ملناش دعوه بيها. من الحاجات الانسانيه للبوب انه كان مسؤول عن 4000 فقير في جامايكا. الواحد لو اتكلم عن تاريخه وهو عايش مش هنلاقي حاجات كتير قوي يعني. هو مات بدري كمان، بس ليه تاريخ بعد لما مات عادي برضه. لسه لغايه دلوقتي اغانيه شغال، هتلاقيه براند شغال في اي حاجه برضه، هتلاقيه مؤثر الى ابعد حد. ده حتى رئيس منظمه العفو الدولي قال عنه فيما معناه يعني اي حته بروحها بلاقي بوب مارلي رمز للحريه. من الاغاني اللي خلت بوب مارلي هو بوب مارلي اللي معروف لغايه دلوقتي اغنيه اسمها وان لاف، واللي بتتكلم عن السلام والاخوه الانسانيه، واللي مضمونها من اسمها ان الناس كلها واحد في اي حته في اي وقت في اي شكل، وان الناس سواسيه يعني ومحدش احسن من حد. وكان في سؤال من بوب مارلي في الاغنيه دي، وهو ان هل المذنب اليائس له غفران اللي اصلا كان السبب في اذيه كل البشر عشان نفسه؟ وهو هنا بيتكلم عن الانانيه يعني. ممكن ورا الكواليس يكون اصلا بيتكلم عن ابوه اللي هجرهم وسابه هو وامه بسبب عنصريه اهله، انهم ما كانوش راضيين ان ابنهم يتجوز واحده بشرتها سمراء ومن جامايكا، مع ان هو اصلا بريطاني. هو ما كانش مجرد فنان، هو من بدايه ظهوره لغايه لما مات كان رمز للحريه والتحرر والاختلاف كمان. يمكن كان هو سبب من اسباب ان موسيقى الريجي تاخد منعطف او شكل وتطور تاني. في متحف اصلا باسم بوب مارلي اتعمل ليه افلام وثائقيه كتير فشخ زي ما تقول قول بقى، عشان توضح قد ايه ان اغانيه كانت بتعبر عن الحريه والتمرد على الظلم. كل ده عشان طول عمره كان نفسه في المساواه، اللي من صغره شاف ان في عنصريه كبيره بتفرق بين ده وده حتى من غير ما يعرف النوايا ايه. الفرق بس بين ده وده ان ده لون بشرته بيضه ده لون بشرته سمراء. بوب مارلي مات في سن صغير، واختلفت الروايات ان هو مات بسبب ان حد كان مخطط له الموتة دي، وانه مات موتة عادية جدا يعني ده مرض بسبب المخدرات او بسبب اي حاجة يعني. بس عموما هو مات وهو عنده 36 سنة تقريبا. بس هو كان في ايده يسيطر على المرض وما ينتشرش، بس مرضاش. عشان كان ده يحصل لازم يتبطر صبع من ايده، وده مخالف للعقيدة او الديانة اللي هي جزء من حياته، فهو مرضاش بقى وسلم الامر يعني. بوب مارلي ما كانش فنان زي ما هو ظاهر ولا بتاع مخدرات، هو ما يفرقش حاجة عن المناظر. يمكن لو كان حاجة تانية غير المغني كان ممكن يكون قائد ثورات مثلا. هو ما يفرقش حاجه عن جيفارا مثلا. وبس كده، لو عجبك اللي بقدمه ممكن عادي جدا تدوس سبسكرايب، مش هيحصل اي حاجه خالص، وتدوس لايك وكومنت بالمره. ويلا صباحكم مساءكم لذيذ.